أول رد فعل سعودي على ظهور مجسم الكعبة بعرض أزياء في موسم الرياض. حالة من الجدل الواسع أثارتها مجموعة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تشبه شكل الكعبة وحولها استعراض فني، وبدأ تفاوت ردود الأفعال حول إن كانت حقيقة أم مجرد خلط في المفاهيم. على جانب آخر، أوضحت هيئة مكافحة الإشاعات السعودية إن الصورة مكتزة من فيديو يظهر حفلا يحتوي على 4 شاشات عرض تفاعلية متصلة بالسقف، وإن هذا العرض التفاعلي يعود لافتتاح نزال ملاكمة بالرياض في أكتوبر سنة 2023، بينما عرض أزياء إلي صعب 1001 في 2024 كان عبارة عن مراية زجاجية شفافة لا علاقة لها بالكعبة. وأشارت هيئة مكافحة الشائعات السعودية في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لا صحة لما يشاع عربيا عن أصنام ومجسم للكعبة في عرض أزياء في موسم الرياض، مضيفة بالطبع لا يوجد مجسمات للكعبة في المملكة. وأضافت إن المثير للاهتمام إن هناك مباني مكعبة مشهورة في أرجاء المعمورة مثل متجر أبل الرائع في نيويورك ومكعب برلين في ألمانيا، ولكن لم يخطر ببال أحد إنها تمثل الكعبة كما يشاع اليوم عن المملكة.